انت كنت شايفه حلم بس ربنا كان شايفه هلاك. الإيجابية مش عقد مع الحياة إنها تنفذ لك اللي أنت عايزه. دي أكبر كدبة الناس صدقتها. في ناس فاكرة إن التفاؤل معناه أنا هفكر حلو يبقى لازم الدنيا تمشي بمزاجي، ولما ده ما يحصلش بيزعل ويقول أهو اتفائلت ومفيش حاجة اتغيرت. بس مين قالك أصلا إن الخير دايما بيجي في الصورة اللي أنت عايزها؟ إحنا بنبص للحظة بس ربنا شايف الطريق كله. ممكن حاجة أنت نفسك فيها بس لو خدتها تكسرك، وممكن باب اتقفل في وشك عشان ينقذك. الإيجابية الحقيقية مش إنك تضمن النتيجة، الإيجابية الحقيقية إن قلبك يفضل مطمن حتى وإنت مش فاهم ليه الأمور ماشية كده. وده معنى كلام سيدنا عمر: لا أبالي على أي حال أصبحت، على ما أحب أو على ما أكره، لأنني لا أعلم أين الخير. يعني المؤمن الحقيقي مش مرتاح عشان الدنيا ماشية على مزاجه، مرتاح عشان واثق إن ربنا أرحم بيه من فهمه لنفسه. فمش كل حاجة راحت منك كانت خسارة، ومش كل حاجة ما حصلتش كانت شر. أحيانا أكبر نعمة بتبقى في الحاجة اللي ربنا منعها عنك. حد فاهم حاجة؟